إلا عندك مشروع وحسيتي أن السوق تشبع ولات فيه منافسة، خصك تعرف أن المشكل ماشي في السوق ولكن في التشابه. اليوم كلشي كيدير محتوى وهذه حاجة زوينة، ولكن ولينا كنشوفوا نفس الهوكس، نفس القصص، نفس الموسيقى وحتى نفس طريقة الهضرة، وكاملين كنظنوا أن المشكل في المنافسة، ولكن الحقيقة المشكل في انعدام التميز. أجي نحللو أكثر. الناس اللي كتفرج ماشي كتكره المحتوى، وإنما كتكره التكرار. ملي كاع البراندات كيهضروا بنفس اللغة، الدماغ ديالنا كيصنفهم في خانة واحدة، ودير في بالك أنك لا تصنفتي فراه ما بقيتيش متميز. الدماغ ديالنا ديما كيقلب على الاختلاف، التناقض والهويه الواضحه. فانت ملي كتبقى تقلد ترندات كتربح مشاهدات، متفقين، ولكن كتخسر واحد الموقع ذهني عند العامل. المحتوى ماشي سباق على انك تربح مشاهدات، وانما تربح موقع في عقل العامل. فإلا ما كانش عندك زاويه تسويق خاصه، طريقه خاصه وصوت خاص، غتبقى ديما غير نسخه محسنه من براند او شخص اخر. في 2026 الفوز ماشي لهذاك اللي كينتشر بزاف ولا كيغوت بزاف. الفوز غادي يكون من نصيب اللي واضح واللي مختلف واللي كيخلي الناس يقدروا يتذكروه من بعد. الفكره اللي بغيتك دير في بالك ماشي المهم ان تخلي الناس غير يشوفوك، ممكن يشوفوك ولكن واش غيقدروا يميزوك؟